جودة فاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 30 للاستفتاء في مقر الأمم المتحدة. دعوة للدفع بأنشطة مكافحة الملاريا في البلاد. استعدادات للقيام بأعمال تشجير في صنعاء. غوتيريش يقترح طريقا لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية. وأذربيجان تقيم نقطة تفتيش عند ممر حيوي إلى ناغورنو-كاراباخ. قتلى في انفجارين بمكتب بمكافحة الإرهاب في باكستان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أحيت السفارة الإريترية في مقر الأمم المتحدة ذكرى 30 للاستفتاء الشعب الإريتري حول الاستقلال بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي. نظمت السفارة الإريترية في الأمم المتحدة حفلا بمناسبة الذكرى 30 لاستفتاء إريتريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس 24 من أبريل. حضر الحفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الاستفتاء اللبناني السيد سمير سنبرة، وأكثر من 100 من السفراء ومندوبو الدول والحكومات وممثلي الجاليات الإريترية في نيويورك وأصدقاء ومحبو إريتريا. وأشار سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفماريان في الكلمة الافتتاحية إلى كبر هذا اليوم في تاريخ شعب إريتريا، وشكرت الضيوف لاهتمامهم وتشريفهم المناسبة. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في كلمة عبر الفيديو الافتراضي من أسمر إن الاستفتاء التاريخي في إريتريا جاء بقرار رقم 390 AV نتيجة نضالات وتضحيات الشعب الإريتري بعد 43 عاما من رفض الأمم المتحدة الحق القانوني والطبيعي لاستقلال الشعب الإريتري والإقرار لضم إريتريا في إثيوبيا. وقد خلق الأرضية لتعريف العالم بحق الشعب الإريتري في الاستقلال والوطن الذي انتزعه بتضحيات جسام. وقال ضيف شرف المناسبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الاستفتاء حينها اللبناني السيد سمير سنبرة إنه لمن الشرف والاعتزاز الكبيرين مشاركة الحضور ذكرياته بعملية الاستفتاء التاريخية التي نظمت قبل 30 سنة والتي أكدت استقلال إريتريا. وأوضح بأن العملية كانت مثالية أظهرت بجلاء الرغبة القوية لشعب إريتريا في الاستقلال، وأن الاستقبال والضيافة الحافلة للشعب الإريتري لا زالت ماثلة في ذاكرته. وذكر سفراء ومندوبو نيكاراغوا وسنغافورة والصين وروسيا وإثيوبيا ويوغندا ورواندا وباكستان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وطاجكستان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في كلمات التهنئة بأن استفتاء إريتريا المثالي نظم بمشاركة وتنظيم عالي من الشعب، وأثبت رغبة الشعب الإريتري الكبيرة للاستقلال. وجرى بالمناسبة قبل ظهر أمس رفع علم إريتريا أمام مبنى الأمم المتحدة بحضور سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفماريان وأعداء السفارة ومسؤولو المنظمة الدولية. وعرض في المناسبة فيلم قصير يعكس المشاركة القوية للشعب الإريتري في الداخل والخارج في الاستفتاء الذي نظم قبل 30 سنة من 23 وحتى 25 من أبريل عام 1993. مناسبة اليوم العالمي لمرض الملاريا، والتي تم إحياؤها في منطقة سعادة كريستيان على مستوى الإقليم الأوسط لتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على الإنجازات المحققة والدفع بها قدما لمكافحة مرض الملاريا. وقال السيد آدم منجستآب من مكتب مكافحة الملاريا أن المناسبة تذكر بضرورة تقوية جهود المكافحة، مناشدا الشعب لمواصلة العمل من أجل السيطرة على المرض. وذكر بالأرقام انخفاض مرض الملاريا، موضحا المستوى الجيد في البلاد لتحقيق الخطة العالمية لاستئصال الملاريا من عام 2016 وحتى العام 2030. وأشار مسؤول الخدمات الصحية في مديرية بريخ السيد أمان حديش وجود التجهيزات وتدريب الكادر البشري للدفع بأنشطة المكافحة.
تنظم الكونفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة عيد العمال العالمي لعام 2023 أنشطة متنوعة تحت شعار رؤى ثاقبة وعمل موحد، وتشتمل تلك الأنشطة التي تبدأ من 5 أبريل على تشييد المدرجات وإعداد الحفر في دب زاول والتبرع الطوعي بالدم وإقامة سيمينارات حول العمل والعمالة وورش العمل، وكذلك مسابقة المعلومات العامة والمنافسات الأدبية. وبموجب ذلك عقد المدير العام لقسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد ولي سوس أليسا سيمينارا في 18 من أبريل بعنوان مستقبل العمل والفرص والتحديات، أوضح فيه الهدف الرئيسي للعمل الخاص والعام الذي يلبي إرادة الإنسان، ومع النمو والإنتاجية والإنتاج المتذبذب لا زالت أهداف العمل تلبي تطلعات الإنسان الإضافية. وقال أن التطور التقني والاقتصاد الأخضر والتغير الديمغرافي من العوامل الأساسية المؤثرة على فرص العمل مستقبلا، ورقم الدور الإيجابي له في معيشة العمال وخيارات أوضاع العمل وتضييق الهوة الجنسية والمساواة، إلا أنه قد يخلق العطالة في المستقبل. وأشار إلى إمكانية حدوث تحديات مستقبلية لساعات العمل الطويلة واتفاقات العمل المؤقتة والقصيرة والرواتب القليلة وقلة سياسات السلامة المهنية والصحية وعدم وجود مظلة قانونية وكثرة العمل غير الرسمي. وأوضح بأن الحكومة الإريترية أصدرت قوانين وتعليمات بموجب الميثاق الوطني والسياسة الاقتصادية العامة وقانون العمل الإريتري، وتعمل ضمن أولوياتها لتوفير عمل ملائم لكل المواطنين. في غضون ذلك وفي إطار المناسبة نظمت يوم 20 من أبريل ورشة عمل بعنوان ثقافة العمل والإنتاجية بإشراف السيد مكنن أسفها من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والسيد مريم يوهنس من وزارة المالية والتنمية الوطنية والسيد يوناس قبرهويت من مركز الكفاءة المؤسسية والسيد يوناس قبرهويت من بنك التنمية. من جهة أخرى قام 456 عاملا من 19 مؤسسة بنفير تنموي لبناء المدرجات وإعداد الحفر للتشجير، كما تبرع 110 عامل من 16 مؤسسة بحوالي 100 كيس دم لتنمية محتوى بنك الدم. هذا وتستمر الفعاليات الجارية بمشاركة كبيرة من العمال حتى الأول من مايو. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية صنعاء اكتمال الاستعدادات لغرس 450 ألف شجرة بالتعاون مع قوات الدفاع. وأوضح ممثل السلطة في المديرية السيد يوهنس زكرياس ارتفاع عدد المشاتل إلى 3 وإحداث تنمية كبيرة في شتول الأشجار وقرسها بالتعاون مع قوات الدفاع. وقال أن التشجير سيجري في الأراضي المحمية والمؤسسات الحكومية وأماكن أخرى. وقد تم البدء في بناء المدرجات الحوضية وإعداد الحفر بالتنسيق بين الشعب وقوات الدفاع، وشدد على أهمية حراسة الأشجار ورعاية شتول الأشجار بالمشاركة الشعبية الواسعة للدفع بأنشطة التنمية الخضراء. حقق برنامج عريوت المقدم للأطفال المتخلفين عن التعليم في السن القانونية وإلحاقهم برفقائهم نتائج جيدة في مديرية تسني. وأوضح مسؤول تعليم الكبار الأستاذ إسماعيل محمد صالح أن برنامج عريوت يقدم في 11 نقطة تعليمية بالمديرية، وقال أن الإناث هن أغلب المشاركين في البرنامج داعيا الذكور للاستفادة من الفرص. وذكر مسؤول مدارس مديرية تسنية الأستاذ سرافيل قرقيش أن محو الأمية يحتاج لجهد كبير، داعيا إدارات الضواحي لتقوية مساهمتها في العملية التعليمية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طريقا اقترح اتباعه من أجل إتاحة تمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية، حسب ما قال مكتبه في بيان بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وسلم غوتيريش لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تحدد طريق يجب اتباعه تم اقتراحه من أجل تحسين وإطالة وتوسيع الاتفاق الذي سمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الصراع وفقا للبيان. وأرسلت رسالة مماثلة إلى الموقعين الاثنين الآخرين على هذا الاتفاق الذي يعتبر ضروريا للأمن الغذائي العالمي، أي أوكرانيا وتركيا. ووقعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خففت أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الذرة والقمح وحبوب أخرى.
أعلنت أذربيجان أنها قامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بناغورني كاراباخ والمعروف باسم ممر لاتشين في تصرف وصفته يريفان بغير المقبول. من جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان قلقها الكبير من الوضع، ودعت الطرفين إلى العودة فورا إلى احترام الاتفاقات المبرمة برعاية موسكو في العام 2020. وأشار البيان أيضا إلى أن أي إجراءات أحادية الجانب غير مقبولة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة أن روسيا تواصل جهود الوساطة. وأكدت باكو أن هذا الإجراء وهو الأول منذ الحرب الخاطفة التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في العام 2020 اتخذ لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألقام من أراضي أرمينيا إلى العصابات غير الشرعية المؤلفة من قطاع الطرق الأرمن على الأراضي الأذربيجانية. قالت الشرطة الباكستانية أن انفجارين هذا مستودعا للذخيرة تابعا لمكتب مكافحة الإرهاب في شمال غربي باكستان، مما أدى إلى مقتل 13 على الأقل وإصابة أكثر من 50 شخصا. ونقلت وكالة رويترز عن القائد الإقليمي للشرطة قوله أن مكتب مكافحة الإرهاب الذي ضربه الانفجاران يقع في شمال غرب وادي سوات الذي كان يسيطر عليه متشددون إسلاميون لفترة طويلة قبل طردهم في عملية عسكرية عام 2009. وفي وقت لاحق قال متحدث باسم الشرطة الإقليمية أن النيران اشتعلت في مستودع الذخيرة بسبب تماس كهربائي على الأرجح، ولا يوجد أي دليل على وقوع هجوم من الخارج حتى الآن. وأضاف المتحدث أنه يجري التحقيق في بعض الجوانب الأخرى من الانفجارين. في الخبر الأخير أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز في نهاية أبريل الصين من ناحية عدد السكان لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم بنحو 1.43 مليار نسمة. وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في بيان أنه بحلول نهاية هذا الشهر من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى أكثر من مليار و425 مليون شخصا ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين. وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فإن عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ عام 1961. ومن المفارقة أن هذا التراجع في عدد السكان في الصين يأتي رغم تخفيف سياسة تحديد النسل في السنوات الماضية. فقبل 10 سنوات لم يكن يحق للأسرة الصينية إنجاب أكثر من طفل واحد، ومنذ عام 2021 بات بإمكانها إنجاب 3 أطفال. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الاحتفال بالذكرى 30 للاستشفاء في مقر الأمم المتحدة. دعوة للدفع بأنشطة مكافحة الملاريا في البلاد. استعدادات للقيام بأعمال تشجير في منطقة سنعافي. غوتيريش يقترح طريقا لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية. أذربيجان تقيم نقطة تفتيش عند ممر حيوي إلى ناغورني كاراباخ. وقتل في انفجارين بمكتب لمكافحة الإرهاب في باكستان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.